اهلا وسهلا بحضراتكم معانا. الفقره الثالثه بتتكلم عن الطربوش. الطربوش في ازمنه سابقه كان دليل على الهويه العربيه، كان رمز للاناقه والتميز. في عصر من العصور كان في يعني الزام كامل او اجبار على لبس الطربوش للكبار والصغار. ايه اللي خلى القرار ده يكون موجود؟ ازاي تم الغائه فيما بعد؟ ازاي الطربوش بيرمز لحاجات كتير جدا في الزمن ده؟ محتاجين نروح مع حضراتكم للاصول والبدايات ولاصل الطربوش من خلال وجود وتشريف دكتور مصطفى يونس، المتخصص في التاريخ السياسي والاقتصادي واللي دايما بينور شاشه النيل الثقافيه. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. في البدايه عايزين نروح لاصل كلمه طربوش ومعناها. والله كلمة طربوش بتقرأ على أكتر من قراءة، أو لها أكتر من شكل في القراءة وأكتر من كتابة، كلها قريبة من بعضها. فعندنا مثلا سربوش وشربوش وتربوش بالتاء وطربوش بالطاء. هذه هي القراءات التي تقرأ بها كلمة طربوش عبر التاريخ، ويقال أن أصلها فارسية. سربوش مقسمة إلى مقطعين، سر بمعنى الرأس وبوش بمعنى غطاء، أي أنها غطاء الرأس. نعم. ثم عربت إلى طربوش بالتاء أو طربوش بالطاء، فأصبحت طربوش تطلق على غطاء الرأس. طيب، اختلفت الاقاويل يا دكتور، عايزين ناخد يعني الاصح من حضرتك. في ناس قالت ان الطربوش بيرجع للعصر العثماني، البعض الاخر قال لا الاصل بيرجع للعصر الفارسي، البعض قال لا الموضوع جاي من اوروبا اصلا ملوش علاقه بينا احنا. ايه ممكن يكون مدى صحه الكلام او التوضيح الاكثر ليه اختلفت الاراء في الجزئيه دي؟ هو الاختلاف ما زال قائما. فبعض الاقاويل زي ما حضرتك قلتي قالت ان هي نشأت في دول البلقان في الدوله البيزنطيه، والتي ورثتها بعد كده الدولة العثمانية. بعض الأقاويل قالت إنها فارسية، والبعض الآخر قال أنها من منطقة النمسا، وهي الملاصقة لمنطقة البلقان. فالبلقان تقع جنوب النمسا. أنا بقى بقول إيه؟ بقول إن انصهر كل هذا، تداخلت العناصر السكانية في تلك الفترة في العصور الوسطى، وانصهر كل هذا في بوتقة واحدة أفرزت غطاء الرأس الذي سمي السربوش أو الطربوش في النهاية. في بعض الأقاويل بتقول إنه مغربي الأصل، وإنه كان اسمه فيز، وفيز من يعني جاء من مدينة فاس المغربية، وبيستدلوا على ذلك إن ما زال لغاية النهاردة في المراسم والمناسبات الرسمية ملوك المغرب، ما زال لغاية النهاردة الملك محمد السادس ملك المغرب بيرتدي الطربوش بلونه الأحمر. لكن أعتقد أو في رأيي أنه جاء من منطقة الأناضول، ويعني المنطقة اللي هي الفارسية البيزنطية القديمة. هذه المنطقة أو آسيا الصغرى بما فيها المنطقة الفارسية، إيران وكازاخستان وتركمانستان وكل هذه المناطق، انصهر الطربوش في هذه المناطق يعني. نعم. طيب، عايزين نروح مع حضرتك لفكرة ان الطربوش يكون إلزامي. ده كان في أي عصر من العصور، وإيه سبب ده كمان يا دكتور؟ الحقيقة أن غطاء الرأس موجود دائما وأبدا في الحضارات القديمة. فإذا نظرنا إلى الحضارة الفرعونية بنجد الملوك كانوا بيرتدون التاج، وأيضا المحكومين كانوا بيرتدوا أغطية رأس على رؤوسهم، وكان الفرق بينها في الخامة. فالملوك كانوا يرتدوا أغطية الرأس التي تصنع من ريش النعام وعليها بعض الأحجار الكريمة وكالذهب وغيرها. أما الرعية أو المحكومين فكانوا يلبسوا تيجان أو أغطية رأس من الأقمشة العادية. أيضا الحضارة الرومانية والإغريقية كانت بها أغطية رأس. في الحضارة العربية الإسلامية أو كما قيل أن العمامة تاج العرب، قبل الإسلام وجدت العمامة في الناطقين باللغة العربية. بعد الإسلام أيضا لبس الرسول صلى الله عليه وسلم العمامة، ومن بعده الدولة الإسلامية كان بها العمامة، إلى أن جاء القرن السادس عشر. ومن المعروف أن القرن السادس عشر
وصلت الدولة العثمانية أكبر اتساع لها في القرن السادس عشر. بدأت تظهر كلمة طربوش في الفترة ديت، وبدأ في الدولة العثمانية الرعايا التابعين والولاة التابعين للدولة العثمانية، يعني بدأ الطربوش يدخل عندنا احنا هنا في القرن الستاشر. لكن ظل الأمراء المماليك في مصر يلبسون حاجة اسمها القاووك، وهي قلنسوة، يعني غطاء رأس أيضا، لكن هو أقل من الطربوش شوية. من المعروف أن الطربوش حجمه عالي شوية في الرأس، ما بين 10 ل 14 سنتيمتر في الارتفاع. القلنسوة أو القاووك التي كان يرتديها الأمراء المماليك كانت أقل شوية في الارتفاع، إلى أن جاء محمد علي. طبعا محمد علي عمل نهضة في الجيش والتعليم والصناعة والزراعة، وزي ما المشاهد عارف يعني. وفي نفس الوقت السلطان محمود الثاني الذي حكم الدولة العثمانية من 1808 ل 1839 استطاع القضاء على الانكشارية على غرار ما محمد علي استطاع القضاء على المماليك في 1828، وبدأ تكوين فرق عسكرية في الجيش العثماني على غرار الجيش الأوروبي وعلى غرار جيش محمد علي، واستعان بالمناسبة بمحمد علي في تحديث جيشه، وإن كان الفترة دي كان فيها مشاكل بين السلطان ومحمد علي، ومحمد علي رفض في كثير من الأحيان أن هو يمد الجيش العثماني بضباط يدربوه، إلا أن الدولة العثمانية اعتمدت الطربوش كذي رسمي في هذه الفرق الحديثة اللي أنشأها السلطان محمود الثاني عقب القضاء على الانكشارية. هنا بدأ الطربوش يبقى ذي رسمي في الجيش العثماني، وأيضا أصبح الطربوش ذي رسمي في الجيش المصري الذي أنشأه محمد علي. ومن هنا بدأت قصة الطربوش في مصر. امتد بعد كده للعامة بقى، للكبار للصغار. ده كان أنا هقول لحضرتك بقى. اتفضل يا دكتور. محمد علي لما خلاص بدأ الطربوش يبقى إلزامي أو زي رسمي في الزي العسكري بتاع الجيش اللي أنشأه ده، بدأ يعمل مصنع، عشان طبعا محمد علي خطته إن احنا نصدر أكتر ما نستورد. فعمل مصنع في مدينة فوة أو في منطقة فوة، مصنع للطرابيش، واستجلب ليه عمال من جهات مختلفة من المغاربة والتوانسة الذين كانوا يتقنون هذه الصناعة إتقانا تاما. وكان يعمل بهذا المصنع أكثر من 2000 شخص. هذا المصنع كان ينتج 60 دستة طرابيش. الدستة معروفة 12، ف60 يعني حوالي 720 طربوش في اليوم. كان الجيش يستخدم منه من 30 ل 40 ألف في فترة وصل حجم جيش محمد علي لمقدار كبير. عندما انهار مشروع محمد علي وتم تسريح الجيش، أصبح عندنا فائض في مسألة الطرابيش ديت، بدأ يرتديه العامة وبدأ يرتديه الناس وبدأ يرتديه الموظفين في ذلك الوقت، واستمر بقى إلى يعني أكثر من 100 عام إلى أن ألغي بقى كما سيأتي فيما بعد. نعم. طيب احنا من خلال الصور اللي أرخت للمرحلة دي ما شفناش أي صور يعني محمد علي باشا بيرتدي فيها الطربوش، فهل فعلا كان رافض الفكرة، ولا ليه الصور ما جابتش أي حاجة ليها سؤال علاقة حضرتك بيه؟ ده يعني حاجة كويسة جدا إن حضرتك سألت السؤال ده. اتفضل يا دكتور. الحقيقة أن الصور يعني الصور دايما لمحمد علي في أرشيفاتنا كلها صور ومحمد علي لحيته بيضة. محمد علي كبير في السن يعني. نعم. لأن الصورة أو الكاميرا الحديثة وصلت مصر في 1837، يعني كان محمد علي عنده 68 سنة، خلاص داخل على 70. ولذلك كل الصور اللي لمحمد علي بالدقن البيضة والشعر الأبيض وهو كبير في السن. إيه بقى الحكاية؟ محمد علي في صباه وهو لسه واصل مصر، ولما بقى والي ولغاية ما وصل للثلاثينات ال 1830 يعني، كان بيلبس الزي العسكري عادي، وإن كان بيفضل يلبس زي المماليك اللي هو العمامة والحاجات دي. لكن فيما بعد السنين دي خلاص، يعني محمد علي بالعربي كده أو بالبلدي كده قلع الزي العسكري وأصبح رجل حاكم مدني يحكم مصر.
ما تخلاش عن طبعه العسكري اللي جواه والتزامه العسكري ولياقته البدنية، لكن في الملبس فقط، حتى أنه وضع السيف جانبا، يعني يمكن كان بيتصور بالسيف بس، لكن يعني خلاص تخلى عن زيه العسكري، عشان كده ما بنشوفوش في الصور. نعم. في الصور لابس الزي العسكري يعني. نعم. استمر نشاط المصنع بعد كده لفترة طويلة؟ بعد تقويض تجربة محمد علي زي ما قلت لحضرتك، وخلاص أصبح عندنا فائض من الطرابيش، تم إغلاق المصنع ده فيما بعد، يعني يمكن في أواخر عهد محمد علي أغلق، زي ما أغلقت الكثير من المصانع التي قامت لخدمة الجيش في الأساس، جيش محمد علي. لكن التوانسة والمغاربة اللي كانوا بيشتغلوا في المصنع ده، محمد علي كان لما بيلاقي صانع ماهر بيبعت يجيب زوجته وأولاده. الناس دي ظلت هنا في مصر بعد إغلاق هذا المصنع، وعلموا الكثير من المصريين أيضا، وبدأت الورش، يعني أغلق المصنع لكن أصبحت هناك ورش لصناعة الطربوش في مصر. هذه الورش خدمت أو لبت احتياجات مصر من الطربوش لفترة ما يقرب من 90 أو 80 سنة لغاية 1931. هقول لحضرتك ليه 1931 نعم. يعني لما نيجي لوقتها يعني. نعم. طيب، إلى جانب المصنع كان في كمان دكتور مصطفى محلات لصنع وتصليح الطربوش. عايزة أعرف إيه المقومات اللي لازم كانت تبقى موجودة في الشخص اللي هيقوم بالمهمة دي، وهل كانت المهنة دي منتعشة تجاريا ولا لا؟ أطلقت الصحافة في القرن ال19 على صانع الطرابيش أنه صانع الوجاهة. واخد بال حضرتك؟ الطربوش لما أعجبت به الدولة العثمانية فرضته كذي رسمي، وتم فرضه كذي رسمي في البداية على العسكريين في الدولة العثمانية وفي مصر. وللسبب ذاته بعد كده بعد 100 سنة ألغى مصطفى كمال أتاتورك بعد إعلان الدولة التركية العلمانية، ألغى الطربوش في 1925 لنفس السبب. ان هم في البدايه قال لك ده كده هيبقى وجاهه وده كويس، وده نقدر برضو الجندي يقدر يصلي بيه وهو ايه يعني راسه او جبهته باينه، وده كويس، حاجه كويسه جدا. فيما بعد الغي لنفس السبب، يعني اعتبروه من العهد البائد والكلام ده كله. لكن ظل صانع الطربوش في مصر هو صانع الوجاهه وصانع الاناقه وصانع البهجه. الطربوش كان بيمر في صناعته بمراحل دقيقة جدا، بتتطلب في الصانع أو في صاحب الورشة ده أنه يكون عنده صناع مهرة. فهو في البداية بيصنع كقالب. الأول بياخد مقاس الرأس الشخص، إذا كان هو الشخص راح له عشان يصنع له يعني حاجة كده عمولة زي ما بنقول النهاردة، هيعمل عمولة، بياخد المقاس رأس الشخص بالظبط، وبيبدأ يعمله من سعف النخيل، وبعدين بيبطنه ببطانة من جوه، وبعدين بيظبط هذه البطانة على القالب اللي قدامه اللي هو من النحاس، وبعدين بيغطي السعف برضو من بره، وبيعمل له بعد كده اللي هو الشراشيب، وبيحط له الزر، والزر ده كان بألوان مختلفة بتدل على صاحبها. فالمعلمين مثلا كان زر الطربوش عندهم يكون أزرق، القضاة يكون زر الطربوش عندهم أخضر، وهكذا. يعني زر كل لون ليه دلالة على المهنة الخاصة بالشخص. الوزراء ليهم زر معين وهكذا. نعم. فصناعة الطربوش كانت بتمر بمراحل دقيقة تتطلب في صانعها أن يكون يجيد هذه الصنعة الدقيقة. طيب، قرار إلغاء الطربوش الناس استقبلته ازاي يا دكتور؟ في الحقيقة المجتمع المصري تم تهيئته أو كان مهيئ بسبب الظروف والأحداث في تلك الفترة لإلغاء الطربوش. أولا ألغى مصطفى كمال أتاتورك الطربوش في تركيا 1925. ثانيا خرجت مصر أو بمقتضى معاهدة لوازن 1925 تخلت تركيا عن زعمها في حكم البلاد العربية الشرقية وسقطت الخلافة العثمانية. هنا ظهرت معركة فكرية كبيرة جدا بإلغاء الطربوش مثل إلغاء الطربوش في تركيا.
طبعا سلامة موسى، وده معروف انه مفكر مستنير، قاد حركة ان الطربوش ده من العصر البائد. تصدى ليه أحمد حسين مؤسس جمعية مصر الفتاة أو حزب مصر الفتاة بعد ذلك، ونادوا بأن الطربوش يظل موجود في مصر، بل أن الدولة تدعمه، بل أن الشعب نفسه يدعمه. وتم إطلاق مشروع يسمى مشروع القرش، أن يتبرع كل مصري بقرش واحد لإنشاء مصنع للطرابيش في 1931 زي ما قلت لحضرتك من شوية. تندر الكثير، ويعني خدوا تريقة كتيرة من بعض الناس، ودارت المعركة الفكرية دي في على صفحات الجرايد وفي الإذاعة وكده. ولكن مع يعني في 1939 صدر قرار بإلغاء الطربوش من الزي العسكري. الموضوع ده جه ازاي؟ رئيس الوزراء محمد محمود باشا كان يعني في تخريج دفعة جديدة من دفعة الطيران، هيئة الطيران بتخرج دفعة جديدة، فهو شاف الزي بتاع هيئة الطيران ده ما فيهوش الطربوش وأعجب بالزي ده، فاتكلم مع وكيل هيئة الطيران ان ليه احنا ما نعممش الزي او ما نشيلش الطربوش من الزي العسكري. وبالفعل تم الغاء الطربوش من الزي العسكري في 1939. بدأ تدريجيا بقى الطربوش يخف، الى ان نشرت مجلة الاثنين والدنيا قبل شهر واحد من ثورة يوليو مقالا بتقول فيه: وداعا ايها الطربوش. وفي هذه الفترة هذا التحقيق الذي نشرته الاثنين والدنيا كان مدعما بفكرة شخص من الدقهلية عنده زي ما نقول ورشة كده أو حاجة، صنع طاقية أقل شوية من في الارتفاع من الطربوش، ويسهل تطبيقها، لأن معروف أن الطربوش قوي يعني ما بنطبقوش. وكان بعض الأعيان والوجهاء بيعملوا له علبة في البيت يحطوا فيها. فهو بقى اتكلم هذا الرجل اللي من الدقهلية ده، اتكلم في هذا التحقيق عن ان الطاقية اللي انا عملتها دي اللي هي اقل ارتفاعا من الطربوش واسمها النهضة، عشان يقول يعني ان دي ايه حاجة هتقضي على الطربوش ودي حاجة كويسة. اتكلم بقى في مزاياها ان هي سهلة الصنع، وان هي مش مكلفة، وان هي ممكن تكون بسعر اقل، وان يسهل تطبيقها وحطها مع الملابس العادية، إلى أن قامت ثورة يوليو وتم إلغاء الطربوش، واعتبروا الرئيس جمال عبد الناصر يعني من العهد البائد، وتم إلغاء الطربوش نهائيا عام 1958. طيب بعد إلغاء الطربوش يا دكتور، هل كان في محاولات لزي آخر على الرأس، ولا الفكرة خلاص كانت مستبعدة تماما؟ لا، الفكرة لغاية قريب جدا. يعني لو حضرتك تتذكري كان في مرشح للرئاسة في 2005 الأستاذ أحمد الصباحي، كان رئيس حزب الأمة، وكان من ضمن برنامجه السياسي اللي هو هي يعني لو نجح وكده ان هو هيعيد فكرة الطربوش، هيعيد لباس الطربوش كزي رسمي للمصريين، وقال في خطاباته انه يمثل الهوية المصرية. ففكرة الطربوش يعني لغاية قريب كانت موجودة، ما ماتتش يعني. طيب عايزة اروح مع حضرتك بقى لدور السينما والفن في ترسيخ فكرة الطربوش وتقديم أعمال كتير جدا بتتكلم عن الموضوع. فوجهة نظر حضرتك، هل نجحوا في ده؟ أهم الأعمال اللي تم تقديمها، رؤية حضرتك كمتخصص للموضوع ده ممكن تكون إيه؟ السينما والدراما والأدب يرجع ليهم الفضل في تعريفنا بالطربوش. فلما تشوفي حضرتك الأفلام القديمة كلها بيلبسوا الطربوش، وزي ما شفنا إسماعيل ياسين والأغنية في التقرير في البداية، الطربوش يعني أثيرت حواليه حكايات كتيرة جدا جدا جدا، كان يدل على المتعلم. يعني يقال أن حافظ إبراهيم مثلا
قابله شخص ما فقال له يا سيد او يا فندم اقرا لي الورقه دي. فطبعا حافظ ابراهيم بخفه دمه قال له انا ما بعرفش اقرا. فقال له ازاي انت ما بتعرفش تقرا وانت لابس طربوش؟ قال له طيب اتفضل حضرتك حط الطربوش على دماغك اهوت. حط الراجل اللي هو الفقير ده او الراجل الغلبان ده، حط اللي ما بيقراش ويكتب ده، حط الطربوش على دماغه. فحافظ ابراهيم قال له اتفضل انت اقرا الحاجه دي. فالطربوش اثيرت حواليه حاجات كتيره جدا، يعني هل الطربوش دلاله على التعلم، دلاله على التعليم، ولا ملوش دلاله، ولا ايه بالظبط؟ انا في رايي ان الطربوش في الاساس هو غطاء للراس في هذه الفتره، وده جاي من موروثات قديمه عندنا ان كان لابد ان يكون في غطاء للراس في ثقافتنا وفي ثقافه الدوله العثمانيه وفي الثقافات عموما في الفتره دي. وقف الطربوش ايضا، وبرضو الادب ذكر كده والسينما، وقف الطربوش ايضا امام سياسه النجلزه التي كانت تتبعها بريطانيا في محاوله منها لالباس المصريين القبعه الاوروبيه او القبعه الافرنجيه. المصريين رفضوا هذه السياسه ولم يستسيغوا لبس القبعه ولبسوا الطربوش. فالسينما هنا عملت لي يعني بتفكرنا بالحاجات دي، خلت موضوع الطربوش ده لم يندثر. فهي يعني أهمية السينما إن هي حافظت على هذا التراث. لما نشوف السيد أحمد عبد الجواد وهو ماشي في الشارع بالطربوش، عبد المنعم إبراهيم أيضا ياسين وهو ماشي في الشارع بالطربوش، مع إنه هو لسه سنه صغير، يعني موظف صغير، وهكذا. يعني دور السينما يعني نقدر ودور نقول ان الأدب السينما نجحت في انها تقوم بالدور ده. نجحت في ان هي توصل لنا ان فكره ان الطربوش ده كان موجود وكان زي رسمي، فكل الناس كانت بتلبسه. هتلاقي اي فيلم قديم اذا كان في قضيه مثلا هتلاقي الافندي لابس الطربوش، الحاجب اللي في القاعه لابس الطربوش، القاضي لابس الطربوش، المحامي اللي بيدافع لابس الطربوش، وهكذا. طيب عايزه اروح مع حضرتك بقى لنقطه اخيره بس نتكلم فيها بالتفصيل يا دكتور. دور الكتاب والمؤرخين والادباء في فكره ان احنا دايما من خلال البرنامج بنبحث مع الساده المشاهدين عن الاصول. هل دلوقتي في الوقت الحالي المهتمين بالامور دي زي فكره اصل الطربوش وازاي بدات حكايه لبس الطربوش، ازاي تطورت زي ما حضرتك تفضلت وذكرت، هل الكتاب نجحوا في ان ده يكون موجود؟ هل في مصادر موثوق فيها قادره ان هي يعني توثق لده بشكل كويس جدا؟ وطبعا سؤالي مش على الطربوش بس، ولكن بسأل حضرتك بشكل عام على فكرة ان احنا نرجع للأصول، هل دي موجودة على مستوى كل المجالات ولا لا؟ أنا مع حضرتك على مستوى كل المجالات إن احنا نربط بين الأصالة والمعاصرة عشان ننطلق نحو المستقبل، لأن الماضي بناخد منه الدروس والعبر. في موضوعنا موضوع الحلقة اللي هو موضوع الطربوش، نجح الكتاب والمؤرخين ونجحت الصحافة ونجحت السينما. زي ما قلت لحضرتك من شوية ان كان الصحافة اطلقت على صانع الطربوش اللي هو صانع البهجة. وفي هذه الفترة احنا طبعا عندنا النهاردة في عائلات كتيرة اسمها الطرابيشي. الطرابيشي دي جاية من اللي هو بائع الطرابيش، اللي هو صاحب الورشة او صاحب المحل اللي كان بيبيع الطرابيش. الصحافة كانت بتتكلم عن الطرابيشية وكانت بتتكلم عن يعني إذا كنا النهاردة بنتكلم عن البدلة وعن القميص والبنطلون، كل الناس عارفاهم. ما فيش صورة في الجورنال، ما فيش صورة في التلفزيون أنا وحضرتك هكذا لابسين اللي هو الزي بتاعنا النهاردة اللي تراضينا اجتماعيا عليه. في هذه الفترة من الزمن أيضا كان الطربوش هو زيا رسميا. الصورة في الصحافة كانت موجودة بالطربوش، الصورة في السينما، الصورة في الأدب كتاب الروايات، وهكذا إلى أن وصلنا النهاردة إلى أن احنا بقينا عارفين تاريخ الطربوش عامل إزاي. علماء الأنثروبولوجيا والفولكلور في الجامعات المصرية بيهتموا دائما بألبسة المصريين في المناطق المختلفة أو ألبسة الدول والشعوب بشكل عام في المناطق المختلفة وعاداتهم وتقاليدهم والحاجات ديت. فالربط بين الأصالة والمعاصرة مهم جدا ومطلوب صحيح. جدا.
نورتني دكتور مصطفى، شكرا ربنا لوقت يبارك في حضرتك حضرتك. ولوجودك معانا النهارده، ألف شكر. بشكرك جدا جدا. ألف شكر، ربنا يخليك. مشاهدينا كمان كل الشكر لحضراتكم على وقتكم وعلى حسن المشاهده، ان شاء الله نكون قدرنا نقدم فقرات مهمه وجديده ونالت اعجابكم ورضاكم، وشكر موصول كمان لكل زمايلي خلف الكاميرات، ودايما مع حضراتكم من خلال على الاصل دور. اشوفكم الاسبوع الجاي على الف خير، شكرا لكم.